السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم كيكة من غير بيض، من غير لبن، من مكونات بسيطة عندنا. هي كيكة زي ما انتم شايفين، انا هنا مستخدمة بدل اللبن برتقان. ممكن بدل البرتقان كيس فروتي عادي او مية عادية عندنا. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير، بس قبل ما نبدأ بنصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. المقادير بتاعتنا هي عبارة عن كوبايتين من الدقيق، كيس بيكنج باودر كامل. طبعا عشان احنا هنا ما بنستخدمش بيض فلازم البيكنج باودر بتاعنا يكون كتير، فده كيس كامل اللي هو 16 جرام او كيك شيف. وكوبايه وربع من العصير البرتقال، ممكن اللي هو البرتقال ده الفريش، ممكن اللي هو البرتقال اللي هو في الكياس اللي هو الفروتي، او ممكن ميه. كوبايه من السكر، نص كوبايه من الزيت، ومعلقه من الخل، وكيس فانيليا. هعمل ايه دلوقتي؟ انا هاخد عصير البرتقال والسكر والزيت والخل والفانيليا، هضربهم كويس قوي فين؟ في الخلاط. والدقيق بتاعنا هو والبيكنج باودر هننخلهم كويس. دلوقتي انا هدخل معاكم الدقيق. لازم الدقيق بتاعنا يتنخل كويس قوي زي ما انتم شايفين كده. انا دخلته قبل كده وبدخله تاني، لان انا عايزه ادخله اكبر كميه من الهواء، عشان دوت هو اللي هيخلي الكيك بتاعنا يتنفخ ويرتفع زي ما انتم شايفين كده. هعمل ايه تاني؟ برضو هندخل البيكنج باودر عليهم. دلوقتي زي ما انتم شايفين انا دلوقتي هحط الخليط بتاعنا على الدقيق بعد ما نخلناه هو والبيكنج باودر. بسم الله. طبعا لازم الدقيق بتاعنا يختلط كويس بالمواد السائله اللي اتضربت في الخلاط. لو ما عندناش خلاط ممكن نضرب المقادير السائله بتاعتنا ديت اللي هي السكر وعصير البرتقال والزيت بالمضرب السلك العادي اللي انتوا شايفينه دوت. هضرب طبعا كويس. هكون مجهزه صينيه مقاس 20 دهناها بزيت ودقيق زي ما انتوا شايفين كده. انا هجيبها، ده القوام اللي انا عايزاه، قوام الكيك بتاعنا. طبعا انا مسخنه الفرن بتاعتنا على درجه حراره 170 من قبل ما اشتغل بحوالي ربع ساعه، عشان تكون سخنه كويس الفرن بتاعتنا. هدخلها في الرف الوسطاني لمده قد ايه؟ لحد ما بتصفر لي، عشان هي طبعا صينيه صغيره، من تلت ساعه لنص ساعه. اول ما تستوي هرجع لكم تاني. وادي الكيكه بتاعتنا زي ما انتم شايفين بعد ما طلعت من الفرن واستوت وبردت، هشه جدا. بصوا انا هقطعها معاكم عشان اوريها لكم. بسم الله. بصوا زي ما انتم شايفين هشه جدا اهي، وطريه طبعا جدا. انا هقطعها لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين هشه وطريه، طبعا طعمها حلو جدا ومن غير بيضه زي ما انتم شايفين ولا لبن، بمكونات اقتصاديه موجوده عندنا في كل بيت. هتعجبكم جدا، وان شاء الله هتعجب ولادكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، وبألف هنا.